السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة أخبار أونلاين. المرور السعودي عقوبة تجاوز السرعة وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال في السنة لسائقي الشاحنات. إليكم التفاصيل. متابعينا لأول مرة ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسوا دعمنا بلايك نستمر في نشر كل جديد إليكم. أوضح المرور السعودي غرامة تبدأ من 5000 ريال، وفي حالة التكرار خلال عام تتضاعف لتصل إلى 100 ألف ريال لسائقي الشاحنات. وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر تويتر إن هذه العقوبة تتضاعف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى، وهي تجاوز محطة وزن الشاحنات، حيث تعد مخالفة مرورية عقوبتها 5000 ريال. وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت أنه في الحالات الطارئة يتم وقف المركبة في أقصى الجانب الأيمن من الطريق. كما أوضحت الإدارة العامة للمرور غرامة مخالفة تجاوز الحد المسموح به للسرعة، مبينة جدول المخالفات والغرامات المفروضة عند تجاوز السرعة. وجاء توضيح إدارة المرور في إطار تفاعلها مع استفسار أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، وجاء مفاده ما هو الحد المسموح فيه بتجاوز السرعة. مثلا سرعة الطريق 140 وأنا أتحرك على 146، هل يتم رصدي ومخالفتي؟ وجاء رد المرور مستعرضا جدول المخالفات والغرامات المفروضة عند تجاوز سرعة 140 كم في الساعة، قائلة: غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق وفقا للتالي: التجاوز بأكثر من 5 كم في الساعة إلى 10 كم في الساعة يتم فرض غرامة مالية قدرها 300 ريال كحد أدنى و500 ريال كحد أقصى. وإذا تجاوزت السرعة أكثر من 10 كم في الساعة إلى 20 كم في الساعة يتم تطبيق غرامة لا تقل عن 800 ريال سعودي ولا تزيد على 1000 ريال سعودي. والتجاوز بأكثر من 20 كم في الساعة إلى 30 كم في الساعة يتم تطبيق غرامة مالية تبدأ من 1200 ريال ولا تزيد عن 1500 ريال. والتجاوز بأكثر من 30 كم في الساعة يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 1500 ريال ولا تزيد على 2000 ريال سعودي. وحذرت الإدارة العامة للمرور من تجاوز السرعة النظامية لما لها من مخاطر كبيرة، موضحة أن تلك المخاطر تتمثل في احتمالية كبيرة لوقوع الحوادث المرورية، وعدم تمكن السائق من اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث، وصعوبة التحكم بالمركبة، وزيادة مقدار قوة الارتطام وجسامة التلف الناتج من الحادث، ووقوع الإصابات البليغة والوفيات.